صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كي صبحتوا؟ كلشي مزيان؟ المهم البنات، المهم دابا انا يلا فطرت وواحد الحراره اليوم ديال بصح، وقلت بلاتي ندير هذا، ندير ايس كريم والجيلاطو. مشيت برا جبت شويه ديال الفريز هذوك سميتو داك الفريز الصغير اللي مجهد، وهذيك سميتو يقولوا ليهم ليموري، ما عرفتش داكشي كحل داير بحال التوت وماشي توت، واللامبوني حتى هو هادشي اللي جبت، حيتاش اصلا ما كيبغيش بزاف ديال سميتو ايش. المهم انا غندير معاهم الجيلاطو ومن بعد غادي نكملوا الروتين ديالنا عادي. اوكي يلا بلا ما نطول عليكم نجيب دابا المقادير الاخرين. المهم البنات جبت هذه ديال السكر وهذه باش نعوض، وخاصكم ضروري الميزان البنات باش تعبروا المقادير، هذا باش ما ياخذش لينا العبار ديالو. اوكي، وغادي نشعلوا الميزان وغادي نديروا هنا شحال غنديروا 70 غرام، شحال 70 غرام ديال السكر. المهم الخليط ديال هذا ها هو. دابا غنضيف السكر يا اختي، ما عرفتش انا ما هذا كله. اوكي دابا غادي نجيب واحد معلقه صغيره وغادي نديرو 3 ديال المعالق صغيره ديال عصير الحار في هاد الجيلاطو. هذا 3، ها وحده، عندكم العظم راه يخليو لكم المروره، راه غسلت يدي، خليو لكم العظم. واحد الفاصول ونزيدو واحد اخرى. هذاك الحمض هو اللي تيعطيه الماء قنيت. وهانتوما صافي ما فيها باش تخلطي باش تبقى داكشي. وغادي خصكم ضروري الكريمه اللي ما مطرباش، اللي خصكم تطربوا في الدار. غادي خصكم ضروري، خديت البارحه ديال فيها 500 مليلتر، وهنا تطلبوا لك غير 50 مليلتر حتى 100 مليلتر. المهم هذه دابا غادي درت منها هادشي اللي بقى، غادي ندير به 2 ديال الانواع ديال الجيلاطو. المهم هي الكريمه غادي نطربها وغادي نرجع معاكم. ها هي الكريمه ديالنا، خاصها تجي على هذا الشكل هذا شاده في راسها. بصراحه زوينه هذه الكريمه، هذه حاجه عمري ما خديتها. شفتي هذه الكيك واعره تتشد في راسها، هانتوما ها مرة كاع ما طرفتها بزاف، تتشد في راسها. هذه الكريمه هذه سميتها كريموزا دامونتاريا، نيت بصح كريموزا، وفيها السكر. شنو سميتها؟ بونجور ناتشورال، ما عرفتش شنو سميتها يا اختي، كتبي لي هذا. المهم كريموزا دامونتاريا، هي دايره بحال هكا، كاينه في اللينسه البنات. المهم البنات داك الخليط زدت ليه شويه ديال الماء، 4 كأس ديال الماء، حيت ما بغيتهاش تجيني بزاف دايره الكريمه بزاف، بغيتها تجيني بحال هذيك ديال الجيلاتيريه ما فيهاش بزاف ديال الكريمه. اوكي جا طاحت لينا تماك. المهم البنات هذيك حتى هي، ها هي طربتها شفتوها، وغادي ندير فيها الحامض. اختي تيعجبني الحامض، وحتى هي غنزيد فيها شويه ديال الماء حيتاش ما بغيتهاش تجيني كريموزه بحال هذيك ديال البارح اللي درت، جاتني شي شويه ثقيله على القليل على المعده ماشي على القليل. المهم غنعبروا ثاني 70 غرام ديال السكر كيف العاده. يا ربي ما حتى هي نقسموها، هي باقي عندي ما يبداو، باقي ما درتوش حتى نزيد، ولكن زعما قلت غير نقولوا هذا الجيلاطو باش نمشي للشغالات نرجع مع هاد الحراره ونلقى يا اختي باش نبرد على راسي. هاك غادي نديرو هذا العصير، غادي نديرو فوق السكر ومن بعد غادي نخلطو كلشي. انا غنوريكم. هانتوما نكبوا العصير على هذا الشيء هذا. دايري ما تكبش ليا العظام يا خويا. ها هو جا على هذا الشكل هذا. دابا
صافي دابا غادي نمشي للكراج نجيب هادوك فاش تيتصايب لاكلاص ديالنا الايس كريم ديالنا. اوكي يلا هو تسناوني هنايا الكبيدات. ما تنساوش تفاعلوا معايا البنات، ديروا لي اشتراك ومتابعه وشي تعليق يكون زوين. والله راه الكلمه الطيبه والله الا حسنه. انا راه الا ما قلت شي حاجه زوينه والله ما تنقول شي حاجه خايبه، الا ما عجبنيش شي محتوى تنخرج وتنزيد حالاتي. هي على حراره ها هما يا البنات. هذا خاصكم ديما من بعد ملي راه طاحتي غير تهرس هذا ها من بعد ما كتكملوا من الجيلاتي ديالكم كتغسلوهم كتشوهم وتدوهم للكونجيلاتور. خاصهم تكونجيلو فيهم واحد الماء في الداخل هو اللي تيخلي داك الجيلاتي يتكون. اوكي يلا هو اجيو معايا نديرو هذا الشيء ديالنا. المهم دابا يا البنات يا المشاهدين اوكي غادي نهزو هذا الخليط هذا شفتوا هذا غادي نضيفوه على الكريمه. هنايا عندنا الكريمه ها هي غنضيفو عليها هذا الخليط هذا ديال الفروت تيلي بوس. اوكي بلاتي نضيفو مزيان ندير السكر كلشي وها انا معاكم. المهم البنات هذاك ديال الحامض ها هو هنايا شفتوا ها هو وهانتوما الماكينه راه هي هذه دايره بحال هكا شفتوها. راه الا مشى يعرف اش درت اليوم راه ماشي فيه انا كيقول كبنا هادو فين هو الاخر تنسولكم نتوما ويلي ها هو فين كنجيبو هذا تنخشيوه هنايا بحال هكا صافي اوكي صافي تنشعلو الماكينه خاصها تكون شاعلين بجوج يبقاو يدورو عاد ديك الساعه صافي. غادي نبداو بهذا ديال هذا ديال الفروت تيلي بوس والله ما عرفت سميتو نقرب لكم باش تشوفوا. دابا ها هو كيبان لكم الماكينه صافي. يلا هانتوما دابا كنبقاو نضيفو شويه بشويه نحاولو منفسخيش هذا ودابا صافي كنسكتو عليها كنخليوها بحال هكا. ايوا المهم البنات من بعد ما درت هذاك الجيلاتو في هذيك الماكينه باش يدير ليا الجيلاتو مشيت كملت فوق هذاك الكراج ديك لاكانتينا حيدت من الربيع كنقاسح درت الليكات ولكن ضرني داك الربيع صافو الحراره. ومن بعد جيت مشينا دوشنا انا وبنتي اختي واحد الدوش مغربي دايز الكلام يا اختي الصابون البلدي والحنه وعلى راحه والله العظيم. وهذاك الجيلاتو حيت كنا بغينا ندخلو ندوشو وما خليتوش يعني حتى يتكون. المهم بدا تيتكون جيلاتو ودرتو في السفيره ودرتو في الثلاجه عليا فيا تبارك شفت واحد الطوموبيل داخله بقيت نقول شكون هي الطوموبيل هذه. ولكن الصغار كاينين اللي تزينكارين كاينين دوك الرومانيين اختي حيت كما كتعرفوا مات لينا الكلب حاشاكم حتى هو راه مخلوق مات مسكين وسميتو الطلاق اللي اللي يدخل غير على حساب البنت وسميتو ولا يديروا شي مصيبه ولا شي حاجه. كانوا دخلوا راه من البالكون ديك الساعه ما كايناش لارام. دابا كاينه لارام ولا يمي واخا هكا من نهار كي غندير انا ندير لارام نهار. المهم البنات ايوا من بعد ما دوشت ايوا صافي لالا غنمشي دابا نجيب هاد الجيلاتو ونوريكم كيفاش داير. مرحبا بكم معايا حسبي تنمشي نجيبو بلاتي. ايوا ها هو الجيلاتو يا البنات شوفوا كيفاش داير ها نتوما ها
واعر. هذا بالسكرون والنعناع فن. واعر. واعر واعر. المهم البنات هذا درت فيه حامضه، درت فيه حامضه وربع كأس ديال الماء، كأس ديال الشاي 4 كأس، ودرت فيه 70 غرام. فواحد السكر غادي ديري عصير حامضه وربع كأس ديال الماء، وغادي ديري النعناع الا بغيتي ديري حتى النعناع حتى هو. راه هذا العطش واو يفيقك من الموت هذا ياك. في ديك السكر غديري 70 غرام ديال السكر والنعناع على حسب الذوق ديالك نتيا، فليو ولا اي نعناع بغيتي نتيا، وحامضه معصره وربع كأس ديال الماء. تخلي ديك الشيء في الخليط. غادي تهزي 100 مليلتر ديال هذا ديال الكريمه السائله، وغادي تقربيها مزيان بحال بغيتي ديريها للكيك. عاد غادي تجيبي ديك الماكينه وغادي ديري فيها هذوك، واخا هي البنات طاح ليا واحد وبدا تيخرج منه داك الماء من الفوق. اش درت؟ هزت الكولا درتها ليه باش ما يبداش يخرج داك الماء. داك الماء اللي تيكون في الداخل اللي تيكونجيلا وتيكون هذاك البراطو اللي تيكون بارد. غير سكوت ما قلتليش لي كاع تيجي. المهم غنقولها ليه باش الا بغينا ندابزو اليوم. ندابزو اليوم النيت. ايوا صافي ملي تطربي الكريمه وتجيبي هذاك البراطو وتديريه كما كفاس من ديك الماكينه، كتجيبي داك سميتو تهزي لابانو كتضيفي على داك الخليط ديال الحامض وتخلط كلشي مزيان يكون مخلط مزيان. وعاد تشعلي ديك الماكينه حتى تبدا تدور وتتبداي تلوحي معلقه كبيره بمعلقه كبيره وتيبدا يدور 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 يدور. راه ما كتبين نص ساعه تيكون واجد، ولكن راه ساعه الا بغيتي هذاك النيت اللي جامد بحال هذا ديال الخوخ. هذا ديال الخوخ جامد، هذا ما جامدش مزيان حيت زربت عليه كنا بغيت ندخل ندوز. المهم واعر اقسم بالله الا احسن من هذاك ديال الجيلاتيريه وبدون ما تحافظها. المهم كنعشي وغادي نلوح لكم الفيديوهات الزوينات. المهم الى خرجت تاني معرفتش يقدر غادي نخرجوا العشيه هادي. غادي نخرجوا والله ما درت والو العشيه. اختي عييت يلاه دوشت غنمشي نرتاح دابا ل5 نرتاح حتى ل6. عييت وعاد ثاني نمشي نسقي ثاني كلشي لاصي ولا هنايا البالكون لتحت. راه هادشي زوين ديال النباتات ولكن فيه تماره ديال بصح. المهم نتلاقاو من بعد الفيديوهات. يلا المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم. هذيك هي الطريقه ديال سميتو ديال داك الايس كريم او الجيلاتو. خاصك ضروري تكون عندك ديك الماكينه اللي تدور بحال هكاك، ولا انا في نظري يقدر يصدق حتى الا هزيتي مثلا شي كاسرونه ولا شي جميله وديريها في الكونجيلاتور تكونجيلا، حيت ديك البروده هي اللي كتخليه باش يتكون. وتبداي تدوري بشي حاجه بحال شي فروسته ولا شي حاجه، تبداي تدوري بها دوك المكونات. المهم راه عطيتكم المكونات مضبوطين. تبداي تدوري غير بالشويه في ديك الماكينه تدور بالشويه، تبداي تدوري لمده نص ساعه غادي تكون عندك لاكلاص وغادي تقدميه وغادي يجي بنين وغير في الدار وعارفه المكونات اللي فيه ما فيهش مواد حافظه. المهم البنات الا عجبكم الفيديو كيف العاده متنساوش الاشتراك ولايك وتعليق والبارطاج مع صحابكم وحبابكم. وشكرا لكم بزاف، تنبغيكم بزاف. يلا بسلامه يا البنات.